أن يكون حلم عجوز هو أداء فريضة الحج فذاك أمر يثير العطف والتضامن، أما أن تكون هذه السيدة حفيدة الأمير عبد القادر الذي أدى فريضة الحج مشيا على الأقدام من معسكر إلى مكة فذاك أمر يثير الحسرة والحزن. إنها حكاية الحاجة فوزية، هي حاجة في الأحلام فقط مع وقف التنفيذ. ساتي نحج ما لقيت، لا ما عندي لا باسبور لا كارت ديدونتيتي لا والو. كيف يقولوا لنا احنا جزائريين ويقولوا لي جيبي الجنسيه، وجدي الامير عبد القادر ما عند اللي ضحى على البلاد كله، وحنا جينا ما طلبنا غير كارت، مش ما طلبناش المحال. مشكلتها أنها ابنة الأمير الهاشمي، ولدت في بيروت واختارت مع شقيقاتها وشقيقها الاستقرار في الجزائر، ولكن من المنفى لما وصلوا إلى الجزائر كانت هنا صعوبة في الاستقبال تاعهم، لأن الجزائريين رفضوا الاستقبال لأن كانت الحرب، فكانوا العائلات متخوفين. ذهبوا إلى سكيكدا ثم إلى سطيف. لما نزلوا إلى سطيف كان الشيخ البشير الإبراهيمي كان في ذلك يترأس جمعية العلماء المسلمين، وأعلموه بأن هناك عائلة من أحفاد الأمير عبد القادر قد وصلت إلى سطيف ولها صعوبة كبيرة للاستقبال. قرر جدي أنا اللي هو سي عبد الله بن دريس اللي كان ساكن وكانت عنده مرتبة ثانية في جمعية العلماء المسلمين في سطيف، قرر أن يستقبلهم. امتلكت كامل الوثائق، ولكنها عجزت برغم مساعيها عن الحصول على جنسية الأمير الهاشمي، فلم تتمكن من استخراج جواز سفر تحقق به حلم حياتها، وهو زيارة البقاع المقدسة. الأوراق تاعها ما كانش خلاص، اسمها ممسوح كأنها هاد الإنسانة مش موجودة، مش غير هي فقط. أنا نهضر على كل الأولاد اللي كانوا عايشين ولا اللي ما زالوا عايشين، اللي توفاو ولا اللي ما زالوا عايشين. يسمى أبسط حق هو الاسم. لليوم ما داوهش. النداء الاول والاخير هو للرئيس بوتفليقه اللي كان يسمى اعلم بالحقيقه تاع هاد العائله انهم الاحفاد الاصليين للامير عبد القادر. فينالمون ما كملوش الخدمه تاعهم، لا بروسيدور ما كملوهاش، خلاص توقفت. انا حبيت نعرف علاه توقفت. جمعية الأمير عبد القادر تطالب هي الأخرى بمنح الأميرة فوزية الجنسية الجزائرية. اليوم رانا نتكلموا على خالتنا الكبيرة فوزية رتلي بنت الأمير الهاشمي، بنت الأمير خالد، بنت الأمير عبد القادر، وهي منذ زمان وهما من الأولين اللي دخلوا للجزائر ولقالهم الشيخ الإبراهيمي. واليوم راهي تبكي وتقول ما عنديش جنسية جزائرية. لهذا نطلب السلطات المحلية اللي تساعدها حتى تكون عندها جنسية. يعني عيب علينا مؤسسة الدولة الجزائرية وما عندهاش جنسية جزائرية. طرقت السيدة فوزية كل الأبواب وتقدمت من كل الفاعلين في شؤون الحالة المدنية، وبقيت صيحتها من دون صدى. على مشارف 80 لا حلم يعتصر الأميرة فوزية سوى زيارة البقاع المقدسة فقط.